السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناتي وتحسن فيديو جديد. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نصاوب المحنشه، وبغيت نتقاسم معكم الطريقه ديالي. غنحتاج لهاد المحنشه هادي. عندي هنايا اللوز، عقده ديال اللوز. بطبيعه الحال هنا اللوز كلشي كيعرف يصوبو. خديت اللوز، فسختو، درتو في الماء طيب وحيدت ليه الجلده ديالو، من بعد ديتو طحنتو مع سنيده. عندي هنا كيلو ديال اللوز طحنتو مع 400 غرام ديال السنيده هنا باش ما تجيش المحنشه حلوه بزاف، لان غادي نديروا لها العسل. وضعت فيها كيف كتشوفوا واحد 50 غرام ديال الزبده، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وواحد النقيطه ديال الروح ديال المزهر. هنايا هاد الروح ديال المزهر واحد الروح اللي هو زوين، خديته عند واحد السيد كيبيع هادشي ديال الحلويات، عنده الروح غزال وخفيف، ماشي داك الروح اللي مجهد. وهنا غادي ندير 2 معالق حتى 3 المعالق ديال مزهر العادي. بسم الله. هنا غادي نبدا ندلك العقده ديالي مزيان. وهاد المحنشه هادي كاين اللي كيدير على حسب، يعني على حسب شنو اللي بغيتي. كاين طريقه واحده اخرى، كنشدو نص ديال، مثلا عندي كيلو ديال اللوز كنقسمو على 2، من بعد ما كنفسخو النص كنقليه اولا كنحمرو في الفران، والنص كنخليه يخضر، ومن بعد كنطحن كلشي كيجي حتى هو في واحد النسمه اللي هي زوينه. هنا غادي ندلك اللوز ديالي مزيان، نعطيه الدليك ونعاودو نرجعو. هنا كيف كتشوفوا مني دلكت اللوز صافي كنخليه على جنب. هنا كناخذ الورقه، هنايا خديت الورقه، عندي هنا نص كيلو ديال الورقه، غادي نقسمها على 2. هنا الورقه ديال العبار نقسمها على 2، عفوا الورقه ديال البخار، بغيت نقول لكم الورقه ديال البخار ماشي ديال العبار، بطبيعه الحال راه غتباع بالعبار. انا الورقه غنقسمها على 2. كتعجبني بزاف هاد الورقه ديال البخار، كتجيني سهله في الخدمه وزوينه، يعني كنتحكم فيها كي بغيت. هنا كنشد الورقه ديالي من بعد كناخذ غير النص، كتخدموا غير بالنص. الجهه الحرشه كتشوف هكا، كتشوف فيا، والجهه الملسه هي اللي كنحطها فوق سطح العمل. وهنا كناخذ الزبده. هنا بطبيعه الحال الزبده تكون من النوعيه الجيده من اصل حيواني. الا بغيتو البنه راه الزبده حتى هي كتلعب دور. غادي ندهن سطح العمل مزيان كيف كتشوفوا، وغادي نحط الورقه ديالي. دائما الملسه كتكون لتحت والحرشه هي اللي كتشوف فيك بحال هكا. غادي ندير واحد الحربول. ان شاء الله المره الجايه غادي نخدم معكم الطريقه اللي قلت لكم، اللي النص كيجي محمر، اما كتقليوه في الزيت اما كتدخلوه الفران اولا كندخلوه الاير فراير، والنص كيبقى عقده خضر بحال هكا. انا كيعجبني هذا خضر، فضلت انني ندير هذه الطريقه هذه. ومن بعد ان شاء الله نخدم معكم الطريقه الاخرى، ونخدم معكم حتى هذوك المحينشات اللي تيكونوا صغيورين، حتى هما كيجيو دايرين محينشه دايره صغيره، حتى هما كيجيو في المنظر ديالهم زوين وفي الشكل ديالهم جميل، كيعطيو واحد المنظر. مي هذه غادي نديرو ديك المحنشه اللي مقطعه اللي معروفه اللي كنا كنديروها زمان. هنا غادي نبداو نحربلو اللوز. هنا الحربول كديروا على حسب الاختيار اللي بغيتو، على حسب الشكل اللي بغيتو، يعني واش يكون شويه غليظ ولا شويه رقيق، ولا نتوما اللي بغيتو، نتوما اللي كتحكموا في هذا في التحربيله ديالو. انا هنا خليته ماشي غليظ بزاف وماشي رقيق بزاف، يعني وسط. كنحربلها مزيان، نحاولوا نقادو من الجناب ونقادو الوسط ونبداو نلويو. هاد الجهه اللي كتكون دايره هي اللي كتكون هي الاولى كنبدا بها، باش منين نبدا ندور في المحنشه كتجيني ورقه واحده، ما كيجيوش هذوك دوك الطويات ديال الورقه. وهنا من بعد ملي كنديرها كنبرك عليها هكا شويه بيدي، حيت ملي كندخلوها الفرن كتنفخ شويه الورقه. نبرك عليها بحال هكا بيدي ونحطها على اللاطه مباشره. هنا اللاطه ضروري تكون مفرشه بورق ديال الزبده، بابي سولفيغيزي، ضروري هذا يكون معاكم، باش حيت غندهنها بالبيض باش ما تلصقش لينا. هنايا غادي ندهنها بالبيض حيت غادي ندير ليها اللوز مهرمش. هنا هاد الطريقه هذه على حسب اللي بغيتو ديروا هاد اللوز مهرمش ديروه، بغيتو ديروا لوز افيلي ممكن ديروه، ما بغيتوش غادي نحيدوا البيض وندخلوها طيب هكا مباشره من بعد ما تكون مدهونه بالزبده ومقاده. هنا الفران راني شعلته كيسخن باش يسخن. غادي ندهن المحنشه ديالي وندردر عليها
اللوز مهرمش من الفوق كيعطيها واحد المنظر اللي هو جميل. كيف قلت لكم حسب الاختيار، بغيتو ديروا ما بغيتوش ما كاينش اشكال. وانايا ماشي بزاف ديال اللوز، يعني 10 دراهم او 15 درهم راه كافيه، راه غادي دير لك ديري بها كلشي، يعني ماشي بزاف. انا غنكمل كلشي. انا من بعد ما كملت كاع المحنشات اللي عندي ان شاء الله غادي ندخلوها دابا للفران باش طيب. هنا الفران انا دخلت شعلتها غير لتحت، من بعد ملي كتحمر لتحت عاد كنشعل من الفوق باش تحمر. هنايا راه كيف كتشوفوا هنا مع الاضاءه ومع التصوير ما عطاش حقها، مي هي جا فيها واحد اللون اللي هو زوين ذهبي، واحد اللون زوين لان الورقه دغيا كطيب. هنايا كنجمعهم مع بعضياتهم كيف كتشوفوا كلهم نجمعهم، راها باقا سخونه. هنايا هي من الاحسن تخرجوها سخونه من الفران نديرو عليها العسل. هنايا هاد العسل هذا راني صوبته في الدار، هذا عسل مصوبه في الدار تيكون ثقيل هكا وزوين. ان شاء الله دابا نتقاسم معكم حتى الطريقه ديال العسل كيصدق 100%. وهنا كنبدا نسقيها بالعسل. نعطيها حقها ديال العسل باش تشرب العسل مزيان. نسقيها مزيان. انا هنايا العسل ما سخنتوش، درتو هكاك بارد، ولكن هي المحنشه راها سخونه. لا هي سخونه مع العسل بارد راه غادي العسل غادي يسخن معاها، حيت الورقه شويه كتشد السخونيه. وانا غادي نخليها حتى كتشرب مزيان ديك العسيله، ونخليها حتى تبرد في نفس النهار. هادشي كلشي درتو في نفس النهار، يعني ما تدخلوها لا الثلاجه لا حتى شي حاجه، غنخليها غير تبرد. وهذا المساند الرسمي ديالي، الموس ديالي اللي كنقطع به هو الموس ديال هذا حاده اللي كلشي كيعرفوا. هذا الموس دائما يكون عندكم موس، خليوه غير الفقاص والمحنشه والحلوه دائما تخبيوه. انا دائما هذا الموس مخبيه باش ما نديرش فيه البصله، حيت ملي كنقطعوا الموس بالبصله كيحفى ما كيبقاش مزيان. اللهم واحد الموس دائما يبقى غير الحلوه. هنا غنبدا نقطع ونبدا نعبر. هنا غادي انتم كيف كتشوفوا ندير العبارات اللي بغيت باش تجيني عبار واحد، غير هي واش بغيتو شويه كبيره ولا بغيتوها شويه صغيره ولا على حسب. هنا كناخذ وحده وناخذ بها القياس باش يجيني كلشي تقاده وحده وقياس واحد. هنا غادي نديرها ان شاء الله في القويطات ديالها. وهنا حتى الكواغ ديال الحلوى على حسب اللي بغيتو، يا اما يكون هكا ماغون او يكون بيض. هانتوما كيف كتشوفوا. ونبقى هنا ان شاء الله حتى نكمل اخر وحده عندي. وهنايا من بعد ما كملت المحنشه في التقطاع، التقديم ديالها كيكون على هذا الشكل هذا، كتجي زوينه بزاف ولذيذه بزاف. درت ليها هنايا شويه ديال الورد، زينتها بشويه ديال الورد. نتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وغادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف كما العاده. انتما كيف كتشوفوا كتجي زوينه بزاف ومحمره وشاربه العسل ديالها، وكتجي معلكه وطيبه. نتمنى هاد الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف العاده ما تنسوناش من لايك ومن التعاليق الزوينه ديالكم. وشكرا لكم بزاف، وصلنا لنهايه الفيديو والى فيديو قادم ان شاء الله.